الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده وصفة فراخ مشوية بصوص مميز جدا. هقول على طول بسم الله في الوصفة. طبعا الكميات تقدريها على حسب حجم الفراخ والكمية اللي هتعمليها. عندي بصلة وفلفل الوان وحط عليهم رشة ملح وفلفل اسود وكمان معلقة زيت زيتون. هدخلهم الفرن يتشووا وبعد كده نكمل بقية الوصفة. الخضار عندي اتشوى، هجيب الكبة افضي فيها، هحط فصين توم مفرومين كمان وزيهم جنزبيل فريش، لو مش متاح ممكن بودر، والمنكهات بابريكا مدخنة وبهارات مشاوي ورشة زعتر وفلفل اسود والملح حسب الرغبة. الخلطة بعد ما طحنتها هحط عليها بس معلقة كده دبس رمان ومعلقة زيت زيتون او زيت نباتي عادي، واقلبها كويس وابتدي اقدم بيها الفراخ. انا عامله الفراخ طبعا غسلاها كويس بالملح والخل والليمون، وعامله فيها فتحات كده بالسكينه عشان ادخل التتبيله واضمن ان كل جزء وصل للفراخ. هتبلها من جوه ومن بره، وطبعا مشغله عندي الفرن مسبقا. هغطيها بورق فويل وادخلها الفرن لمده ساعه او ساعه وربع حسب كل واحده والفرن بتاعتها. وبعد مرور 3/4 الوقت على بال ما الفراخ تدخل في السوا هشيل الورق عشان تاخد لون تحت الشوايه. شكلها بعد ما استوت عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد تحفه. تقدروا تاكلوها مع رز ابيض او برز شعريه او مع عيش. لو عجبتك الوصفه يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. ان شاء الله هنزلكم وصفات تانية جديده.